السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تريد جيبك دائما بفليسات وأكو مصيرف، إيش وقت ما تمد ايدك بجيبك تطلع لك مصيرف تصرف من عنده وما يظل جيبك فارغ ما عندك فلوس باكيت جقاير. شنو اللي يسويه؟ أولا تستغفر، تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تقعد غبشة قبل يعني الفجر، يعني شلون خلينا نقول بعد الصلاة، قبل الفجر وقبل طلوع الشمس. بهذا الوقت بين صلاة الصبح وطلوع الشمس شروق الشمس، هذا اذكر به الله سبحانه وتعالى بأي طريقة. تقول شلون اذكره؟ اقول يا الله. اي نعم، قول يا الله يا رزاق يا فتاح يا عليم ارزقني وارزق عيالي من فضلك الواسع انك ذو فضل عظيم. ما تعرف هاي الكليشة، بس قول يا الله يا الله يا الله يا رزاق يا رزاق يا رزاق. هاي شو وقت؟ بعد صلاة الصبح الفجر وقبل شروق الشمس. انتهينا من عندها هاي القضية الثالثة. دعائك إلى صديقك بظهر الغيب مستجاب، من تدعي له الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، يرزقك بالبداية وأيضا يرزقك. الزواج، تتزوج عزيزي، إذا ما متزوج تتزوج. عن أهل البيت عليهم السلام يقول أنه الرزق في النساء والعيال. ابحث لك عن زوجة صالحة قلبك يرتاح إلها، اي نعم، وروح تزوج وشوف رب العالمين يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أخواني أحبائي أعزائي، هذا الكلام اللي أقوله يشهد الله يتحقق. هو رب العالمين يريد هالشكل. احنا أوجدنا بهاي الدنيا، رب العالمين خلقها إنه وعلمنا كيف نستخرج ونستفاد من هاي الدنيا. اي نعم، اذا انت ما عندك رزق وما عندك مجال تطلع، قلت لك بين طلوع الشمس قبل طلوع الشمس بعد صلاة الفجر وما بين شروق قبل ما تشرق الشمس، اذكر رب العالمين. يقول فإنه أفضل من الخروج وطلب الرزق. إذا أنت ما عندك مجال وما عندك جماعة تروح لهم حتى تقول لهم يابا أنا استويت وبعد فقرت وما عندي، اقعد ورا قبل شروق الشمس، اقعد بعد صلاة الفجر وتأمل واذكر الله سبحانه وتعالى، يجيك الحل ويجيك الرزق. والاستغفار أيضا. وإذا ما عندك فد مرة صدقة استغفر. الصدقة أيضا تجلب الرزق. بعد وحسن الخلق، الله سبحانه وتعالى أيضا إذا شافك أخلاق عندك ووضعك زين يداريك. أي نعم، هذن نشتغل بهن وما أكثرهن. بعد إلى أكو بعد أدلة، فالأدلة هاي أيضا نابعة من هذن الجداول اللي ذكرتهن لك يا عزيزي. بعد وفقكم الله، رزقكم الله. واعلموا اخواني، انا ادري هسه يقول واحد يابا او وحده تقول او اثنينهم يقولون يابا احنا وين وين هاي الدوله اللي كل شيء ما جاي نحصل منها مهما كان. لان الله، خلي ببالكم، لان الله سبحانه وتعالى اذا احب عبد جعل رزقه على يد ألد أعدائه. شايف العدو اللدود؟ ها؟ شايف العدو اللي يدور وراك يوميا؟ إذا رب العالمين حبك، اسمعني، إذا رب العالمين حبك حتى إذا ذاك والضوج منه ويريد يأذيك، هذاك راح يجري رب العالمين رزقك على إيد ذاك، على إيد اللي يتكرهه أو يكرهك. اي نعم، لأن قلوب الناس بيد الله سبحانه وتعالى، ما يراد له شيء. شكرا لكم، رزقكم الله، وفقكم الله، شافاكم الله، أطال الله أعماركم، حفظ آباءكم وأمهاتكم وأخواتكم
وأخوانكم وجميع ما تحبون أو من تحبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.